مساء الخير حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بقى بفيديو جديد. كله افكار حلوه، سهل جدا. الناس اللي بتخاف تعمله، اللي ما بيطلعش معاها مظبوط، مع التكات بتاعتي وبعض التركات اللي هقول لكم عليها. من النهارده طاجن الرز المعمر او برام الرز المعمر هيطلع معاكم 100% مظبوط. امشوا على الخطوات بتاعتي مظبوطه، هيطلع معاكم ولا اروع من كده. هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مقاديرنا ايه ونشوف خطواتنا ايه. اول حاجه انا عندي هنا رز، طبعا بالبركه. هنعمل شويه رز بالبركه. انا مثلا عندي طاجن هعمله، وليكن مثلا طاجن فخار اهو. خلاص، ده بالنسبه للبنات المبتدئين اللي عايزين يعملوه وبيخافوا ان هو يعجن او يطلع ني منه. هجيب الطاجن بتاعي كده، احط فيه شويه الرز، نصه بالظبط يكون رز ناشف. بعد كده اخد الرز، لو هعمل في كذا طاجن صغير اجيب الطواجن بتاعتي اقسم فيها كل واحد احط فيه شويه رز لحد نص الطاجن كده، وتحت النص بشويه، وبعد كده افضيهم في طبق واغسلهم كويس جدا. واول خطوه من خطوات برام الرز المعمر عشان يطلع ناجح معايا ومظبوط، اني انا بنقع الرز بتاعي نص ساعه في ميه، وبعد كده اغسله كويس جدا واصفيه يبقى معايا بالشكل ده. ومعايا زبده بلدي، ومعايا لبن غلياء اهوت، ومعايا القشطه بتاعه اللبن. وهنسمي ونقول بسم الله. اول حاجه هجيبها عندي، هجيب الرز بتاعي كده. خلاص، هنزل عليه بشويه زيت الاول، عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل ويطلع جميل وما يبقاش معجن وما يبقاش ني. اديله شوية زيت ذرة. خلاص، معلقتين زيت كده. بصوا يا جماعة، في ناس بتحب تحط فلفل اسود على الرز المعمر، وفي ناس ما بتحبش تحط. انا عن نفسي هعمله النهارده كده ساده، من غير فلفل ومن غير اي حاجه، ملح وزبده وسمنه وقشطه ولبن وبس. خلاص، بعد كده هعمله معاكم ان شاء الله. اللي عايز طريقه برام الحمام بالرز المعمر يقول لي، اللي عايز طريقه البط، اللي عايز اللحمه، الفراخ، الكبد والقوانص، هعمله معاكم بكذا طريقه ان شاء الله. اللي عايز طريقه معينه يكتب لي في الكومنتات. اول حاجه خلاص، قلبت معلقتين الزيت بتوعي اهمت لكم كده الكاميرا تبان، وهاخد حته من الزبده بتاعتي دي. هي كانت متلجه بس كله هيسيح مع بعض. خلاص، ناخد بس كده حته نقلب فيها. خلاص، ممكن نفكها على النار، وممكن انا مش عايزه افكها. انا ايه، كده كده اللبن عندي سخن وكده كده هتفك معايا. خلاص، هقلب كويس جدا كده. هحاول اهرسها بالمعلقه كده اهو شويه. كده كده اللبن عندي سخن، وكده كده لما احطه على الرز بتاعي الزبده دي كلها هتسيح. خلاص، هجيب بقى عندي تركايه مهمه قوي عشان احصل على طاجن رز معمر روعه. هجيب، انا غاليه اللبن بتاعي سخن اهو. هركن القشطه والزبده بتاعتي دي كده. دي زبده بلدي يا جماعه، اللي عايز يحط سمنه هولندي يحط، اللي عايز يعمله بالزيت بس يعمله، اللي عايز يعمله بالسمنه يعمله. خلاص، انا عندي اللبن بتاعي اهو غليان. خلاص، بصوا اهو سخن معايا. هجيب شفشق الخلاط، بصوا اهو سخن. شايفين الوش بتاعه اهو؟ هوريكم بس عشان الاضاءه اهو. ادي الوش بتاعه اهو. هنزل فيه بالخلاط بتاعي بسم الله. شايفين سخن ازاي اهو؟ نخلي بالنا يا جماعه عشان اللبن سخن واحنا بنضربه. انزل بقى فيه بشويه ملح اهو. ده الملح اللي هملح بيه الرز، وراعي ان انا ما كترش الملح. وقطعه من الزبده. خلاص، وحته من قشطه اللبن اللي عندي. انا كسرت حته من القشطه اهي. كده كده عندي اللبن سخن، فاي حاجه احطها هتسيح. خلاص، دي عشان اخد كميه قشطه فظيعه من اللبن بتاعي. وهغطي واضرب بقى كده لحد ما يعمل اللبن بتاعي يديني فوم حلو قوي. خلاص اهو. بصوا حبايب قلبي، بصوا بقى المنظر الرائع. بصوا عملنا له فوم عامل ازاي، عملنا له قشطه ازاي. كده هركنه على جنب. هجيب بقى الطواجن بتاعتي اللي هشتغل فيها. ادي واحد
وادي التاني خلاص، وادي التالت اهو. همسكهم بقى كده واحد واحد، ادهنه بحته زبده كده اهو. نحط بقى سمنه، نحط زبده، نحط اي حاجه عشان خاطر ما يلزقش ايه الرز معانا. خلاص انا بشتغل بايديا عشان زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بعرفش البس جلافزات. دي قوالب بورسلين بتدخل الفرن، اللي عايز يعمل في صينيه ألمونيا يعمل، اللي عايز يعمل في تيفال جرانيت اي حاجه يعمل. اهم حاجه بدهنهم كده كويس بالزبده. بعد ما دهنتهم بقى كده كويس هنزل بقى اقسم الرز بتاعي كده اهو. بسم الله اهو كده خلاص اهو. البرام الرز يا جماعه بيحتاج ماده دهنيه، يعني بيحتاج الإدام بتاعه لازم يكون معقول. ما ينفعش اني انا اقلل في السمنه بتاعته او في الإدام بتاعه. خلاص كده قسمت الرز بتاعي اهوت في الطواجن. ابدا انزل بقى كده. بصوا بسم الله باللبن بتاعي اهو. ونراعي ان احنا ما نملاش الطاجن لاخره، ونقلب بقى كده عشان خاطر ايه ندمج كل حاجه مع بعضيها اهو اهو. وهنزود برضو شويه ميه. بصوا اهو، بصوا الجمال، بصوا الزبده دي اللي احنا حطينا اهي بدات تسيح اهي. خلاص نجيب بقى شويه ميه مغليين. لازم نحط لكل برام شويه ميه مغليه. انا حطيتها مكان اللبن كده اهو، عشان خاطر ما ينفعش نسوي بلبن بس، لازم نحط شويه ميه. خلاص انا كده مش محتاج لا قشطه ولا زبده تاني، بس برضو هنضيف له قطعه من القشطه اللي عندنا دي اهي. انا كده كده حاطه في اللبن اهو. هنضيف برضو حته كده على كل طاجن كده، حته هي متلجه اهو، حته صغيره كده. بصوا يا حبايب قلبي كده انا حطيت خلاص اهوت الإدام بتاعي اهو. هنجيب بقى ايه تالت خطوه، تالت تكه هنقول عليها ان انا هجيب عندي صاج كده هحطه في الفرن. مش هحطهم كده في الفرن كده على طول، لازم احطهم في صاج كده. شوف ده كده اهو اهو. ظبط الدنيا كده. بصوا هنعمل خطوه حلوه قوي. انا لقيت الصينيه صغيره هسوي دول لوحديهم بعدين التاني لوحده. هنزل كده بشويه ميه سخنين كده في قلب الصينيه بتاعتي، عشان خاطر لو حاجه اللبن فار او غلي ينزل عليهم ما يحرقليش الدنيا. خلاص هدخلهم الفرن وهقول لكم قعدوا قد ايه بالظبط، وارجع لكم تاني اوريكم شكلهم بعد ما يطلعوا من الفرن. بصوا يا حبايب قلبي الطواجن بتاعتنا هي بعد ما طلعت من الفرن بصوا الجمال، بصوا شكلها عامل ازاي. بجد روعه روعه روعه، ريحتها تحفه جدا وطعمها لذيذ جدا جدا جدا. بصوا انا عايزه اوريكم من على الجنب كده، هو الطاجن سخن جدا. بصوا عايزه اوريكم جمال الرز المعمر. بصوا شايفين الشكل، شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي. يا رب اكون قدرت افيدكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الطاجن بالطريقه ديت وبالتركات والاسرار اللي قلت لكم عليها. هيطلع معاكم ناجح جدا جدا جدا. يلا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. يلا وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله بفكره جديده بوصفه جديده. يلا اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.